السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وشهيوة جديدة واقتصادية كالعادة. دائما كنشارك معكم الحويجات اللي كنعمل لوليداتي. اليوم جيت نشارك معكم كما كتشوفوا معايا طاكوس، مكونات اقتصادية متواجدة في كل بيت ان شاء الله. بقاو معايا وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، واللي مرة كيشوف قناتي ما ينسانيش من اللايك والاشتراك والتعليق باش تعمل فائدة، وتبارك الله عليكم وبقاو معايا. اول حاجه هنا خديت واحد المقلاة وضعت فيها القليل من الزيت. هنا خديت الدجاج قطعته قطع صغيره، من بعد ما حمضته بالحامض وشويه د الملحه. غنضيف عليه واحد الفلفله باللوينات مقطعه حمراء وصفراء. هنا عندي بصيله شلطتها حتى هي رقيقه على هذا الشكل هذا. صراحه هاد البصله وهاد الفلفله كيعطيو واحد المذاق مميز صراحه لهاد الدجاج، واحد البنه رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه غادي يعجبكم. غادي نتبل هاد الدجاج ديالي وهاد الفلفله والبصله. هنا وضعت شويه د الملحه، القليل من السكينجبير، القليل من الابزار، القليل من الخرقوم. هنا عندي واحد نص معلقه كبيره نتاع مركز الطماطم. غنخلط المكونات كلها مع بعضياتها. من بعد ان شاء الله غادي ندي هاد المقيله ديالي اللي عملت فيها الدجاج والبصله والفلفله تشحر ليا. انا هنا ما غنوضع لا ما لا حتى شي حاجه، يعني ديك البصله وهذاك الماء كافي غادي يطلقوا ليا الماء فاش غطيب ليا هاد الدجاج ديالي. وبقاو معايا. هنا من بعد ما وجد ليا الدجاج ديالي، هنا بطاطا اللي سبق ليا وقطعت وقليت حتى هي واجده معايا. بالنسبه للورق ديال الطاكوس انا عندي هنا راه واخداه جاهز على حسب ضيق الوقت، لان راه سبق ليا وشاركته معكم في فيديوهات غتلقاوها عندي في قناتي. هنا غادي نضيف هذاك البطاطا فريت اللي سبق ليا وقليت، غنضيفها ان شاء الله على هاد الدجاج ديالي. غنضيف القليل من المايونيز، اللي عنده الفخوماج يمكن له يستعملو. انا هنايا غنستعمل اللي عندي اليوم في الدار. غنخلط هاد الحشوه جيدا، من بعد ان شاء الله غنعمر هاد الطاكوس ديالي. وبقاو معايا وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. هنا خديت الورق ديال الطاكوس ديالي، غنبدا نعمر به هاد الحشوه ديالي على هاد الشكل هذا. صراحه حويجه كنعملوها بيدينا هكا احسن صراحه من الاشياء اللي كناخذوها من الزنقه. غناخذ ان شاء الله هاد الحشوه غنعمر بها هاد الطاكوس كامل على هاد الشكل هذا. ومع هاد الاجواء نتاع الصيف يعني شي حاجه اللي هي خفيفه، يمكن لكم تعملوا على هاد الشكل هذا اللي وريتكم في الورقه على شكل بريوه. كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال، وكل واحد والذوق ديالو. غنكمل هاد الحشوه هكا حتى الاخر. من بعد ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. صدقوني البنات كيجي صراحه مزيون، وحتى الشكل ديالو والمذاق رائع. ومكونات شاركت معكم صراحه سهله وبسيطه، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، يعني شي حاجه اللي غتلقاوها في كل بيت. يعني شويه ديال الدجاج كما شفتوا معايا، ومقادير بسيطه اللي عندي في الدار وجدته معكم. وبقاو معايا حتى الاخير، وشكرا لكم اللي وصل معايا حتى لهنايا.
كنقول ليه شكرا لكم. ما تنسونيش من لايكاتكم كتشجيع ليا، وبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. وتبارك الله عليكم.